اهلا بيكم سنة تالتة اعدادي، ومعانا النهاردة سادس فيديو في فيديوهات ازاي نحل الخريطة في الامتحان. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن خريطة قارة آسيا، وهنشوف وهنعرف مع بعض ايه هي الحاجات اللي مطلوبة مننا لو قارة آسيا جات لي في الامتحان. اقولك يلا بينا نجيب قارة آسيا ونشوف ايه اللي مطلوب مننا بالظبط. وأول حاجة لازم نعرفها المية اللي موجودة حوالين قارة آسيا، يعني المحيطات والبحار. أقول له لو جالي هنا كده وقال لي ده إيه، أقوم قايل له ده المحيط القطبي الشمالي. طب لو جالي هنا كده على ايدك اليمين وقال لك ده ايه، هتقوم قايل له ده المحيط الهادي. طب لو جاب لنا تحت هنا كده وقال لي ده ايه، اقول له ده المحيط الهندي. ودول الثلاث محيطات اللي موجودين حوالين قارة آسيا. طيب البحر اللي عندك ايه، اقول له ده البحر الاحمر، وده البحر المتوسط، وده البحر الاسود، وهنا كده بحر قزوين وده موجود في قارة آسيا. طيب انت قلت لي على 4 بحار، البحر الاحمر والبحر المتوسط والبحر الاسود وبحر قزوين. هتقول ايه كمان، اقول لك الخلجان اللي موجودة عندك. اقول له عندي هنا كده خليج اسمه خليج البنغال والخليج العربي. يبقى احنا عندنا كام خليج مهمين؟ 2. طيب بالنسبة بقى للجزر اللي تبع قارة آسيا، اقول له عندي هنا كده جزر اليابان، وهنا كده جزر الفلبين، واللي تحت دول اسمهم جزر اندونيسيا. اما لو جالي في الحتة دي وقال لي جزيرة، اقول له جزيرة جاوة، ودي اكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان. يبقى عند جزر اندونيسيا جاب لي كلمة جزر اكتب لي اندونيسيا، جاب لي كلمة جزيرة هكتب له جاوة. حلو جدا. يبقى احنا كده عرفنا الجزر، عند جزر اليابان وجزر الفلبين، والجزر اللي تحت دي بقول عليها جزر اندونيسيا. اما لو قال لي الجزيرة دي اسمها ايه، اقول له جزيرة جاوة. طيب اشباه الجزر يعني شبه الجزيرة، اقول له عندي 2، دي شبه الجزيرة العربية، ودي شبه جزيرة المالايو. شبه جزيرة ايه؟ المالايو. ماشي. طيب بالنسبة للقارات اللي موجودة جنب قارة آسيا، اقول له عندي قارتين، قارة اوروبا وقارة افريقيا. واللي بيفصل اوروبا عن آسيا جبال هنا كده اسمها جبال اورال. طيب كده احنا عرفنا المحيطات والبحار والخلجان والجزر واشباه الجزر وكمان القارات. عاوزني اعرف ايه تاني عن قارة آسيا؟ اقول لك عاوزك تعرف دوائر العرض الرئيسية. يعني الدايرة اللي فوق دي اسمها الدائرة القطبية الشمالية، والدايرة اللي تحت خالص اللي ماشية في جزر اندونيسيا دي دائرة الاستواء. اما اللي هنا دي ده مدار السرطان. يبقى احنا عندنا كم دايرة عرض رئيسية بتعدي في قارة آسيا؟ 3. فوق الدائرة القطبية الشمالية، تحت خالص معدية في جزر اندونيسيا، وبما ان جزر اندونيسيا تبع قارة آسيا يبقى كده دائرة الاستواء بتعدي في قارة آسيا. يبقى الدايرة اللي بتعدي تحت دي ايه؟ دائرة الاستواء. اما ده هو ايه؟ اقول له ده مدار السرطان. طيب كده احنا عرفنا ان المحيط القطبي الشمالي فوق، وعلى ايدك اليمين المحيط الهادي، وتحت المحيط الهندي، وعندي بحر احمر وبحر متوسط وبحر اسود وبحر قزوين، وعندي كمان خلجان زي خليج البنغال والخليج العربي، وعندي جزر زي اليابان والفلبين واندونيسيا وجزيرة اسمها جاوة، وعندي اشباه جزر زي شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة المالايو، وعندي 3 دوائر عرض رئيسية، الدايرة اللي فوق الدائرة القطبية الشمالية، والدايرة اللي تحت دائرة الاستواء. اما الدايرة اللي في النص في قارة آسيا دي مدار السرطان. طيب عاوزني اعرف ايه تاني عن قارة آسيا؟ اقول لك عاوزك تعرف الجبال والهضاب والانهار. جبال وهضاب وانهار، ايوه. طب بالنسبة للجبال اقول لك فاكر مش دي جزر اليابان؟ لو جالي كده وقال لي جبال، اقول له عندي هنا جبال اليابان. يبقى جزر اليابان فيها جبال اسمها ايه؟ جبال اليابان. هنا في النص كده اعلى جبال في العالم اللي هي جبال الهيمالايا. هنا كده جبال زاجروس، هنا كده جبال طوروس. يبقى لما نيجي نتكلم عن الجبال في قارة آسيا بتكلم عن جبال اليابان على ايدي اليمين، في النص جبال الهيمالايا، هنا كده في الغرب على ايدك الشمال جبال زاجروس وجبال طوروس اللي في تركيا. اما زاجروس دي في العراق وفي ايران. حلو جدا. طب بالنسبة لهضابك
اقول لك هم 3 هضاب بس. هنتكلم عن هضبة التبت، ودي جنب على طول جبال الهيمالايا، واللي احنا بنقول عليها سقف العالم. وده سؤال بيجي في الامتحان، بما تفسر تعرف هضبة التبت بسقف العالم؟ اقول له بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. طيب عندك كده في وسط الهند تحت هنا كده هضبة اسمها هضبة الدكن، وعندك طبعا دي شبه الجزيرة العربية، فالهضبة اللي فيها اسمها هضبة شبه الجزيرة العربية. يبقى في الهضاب عندي التبت والدكن وشبه الجزيرة العربية، دول ال3 هضاب بتوعي. طيب بالنسبة بقى للأنهار، أقول لك بص، عارف الحتة اللي فوق دي؟ دي اسمها سهول سيبيريا. فلو قال لي في الامتحان سهول فيضية نقط، أقول له دي سهول سيبيريا. طب سهول سيبيريا اللي هي سهول فيضية دي فيها أنهار؟ أيوة فيها 3 أنهار، بما إنها سهول فيضية يبقى فيها أنهار. قال لك الأنهار من على إيدك الشمال وانت رايح على إيدك اليمين، أوب، ينسي، لينا. أوب وينسي ولينا دول فين؟ في سهول سيبيريا. اكتر حاجه بتيجي في سهول سيبيريا يقول لك فوق دي سهول نقط، اقول له دي سهول سيبيريا على طول. الانهار بتاعتهم ما جاتش كتير في الامتحانات قبل كده، بس اعرفهم اوب وينسي ولينا من الشمال لليمين. طيب عندي الحته دي اسمها سهل منشوريا. سهل منشوريا يعني سهول زراعيه، ايوه فيها انهار بس ما قاليش على اسمائهم. خلاص احسن، بس اعرف ان دي اسمه ايه؟ سهل منشوريا. طب الحته دي قال لك ده سهل شرق الصين او سهول شرق الصين، فيها نهر مهم جدا اسمه نهر اليانجتسي. نهر ايه؟ اليانجتسي. طب ليه مهم؟ قال لك لان ده من الاماكن اللي فيها سكان كتير جدا جدا جدا. يبقى نهر اليانجتسي ده فيه سكان كتير. وكمان في نهر في الهند كده اسمه نهر الجانج، وده برضه فيه سكان كتير. يبقى انا عندي نهرين اركز عليهم، نهر اليانجتسي في الصين ونهر الجانج في الهند. دول من السهول الفيضية، يعني الاماكن اللي فيها سكان كتير جدا جدا جدا. طيب الانهار التانية اللي عندك، اقول له عند نهر السند وعند نهر دجلة والفرات اللي في العراق. يبقى تاني كده احنا عندنا فوق قلنا سهول سيبيريا فيهم 3 انهار، اوب وينسي ولينا، وال3 انهار دول بيرموا الميه بتاعتهم فوق، يعني بيرموا الميه بتاعتهم في المحيط القطبي الشمالي. يبقى كده بيتجهوا منين لفين؟ من الجنوب للشمال. طب تعالى كده بالنسبه لاكتر نهرين فيهم سكان، اليانجتس في الصين والجانج في الهند. الجانج لو ما اجي ابص على الميه بتاعته هلاقيه بيرمي الميه بتاعته في خليج اسمه خليج البنغال. اما بقى بقيه الانهار عندي نهر السند وده بيرمي الميه بتاعته في البحر العربي ومنها الى المحيط الهندي، يعني الاتنين صح، ممكن تقول البحر العربي بين قوسين المحيط الهندي. اما نهر دجله والفرات اللي في العراق بيرموا الميه بتاعتهم في الخليج العربي. طيب كده احنا خلصنا التضاريس، يعني الجبال والهضاب والانهار. طب ما تقولهم تاني على السريع كده. اقول لك بالنسبه للجبال، عندي جبال اليابان على ايدي اليمين، عندي جبال الهيمالايا في النص، عندي جبال زاجرس وطوروس. طب بالنسبه للهضاب عندي هضبه التبت، هضبه الدكن، هضبه شبه الجزيره العربيه. انهارك اقول له في سهول سيبيريا عندي 3 انهار، اوب وينسي ولينا، وبيرمي الميه بتاعتهم فوق في المحيط القطبي الشمالي. عندي اكتر نهرين فيهم سكان في قاره اسيا، نهر في الصين اسمه اليانجتسي ونهر في الهند اسمه الجانج، ودول فيهم سكان كتير جدا جدا جدا. وعندي نهر السند وعند نهر دجلة والفرات. طيب بعد ما عرفت الجبال والهضاب والأنهار، عاوزني أعرف إيه تاني عن قارة آسيا؟ أقول لك عاوزك تعرف الأقاليم المناخية والسلالات البشرية. أقاليم مناخية وسلالات بشرية، أيوة. طيب أقاليمك المناخية كم إقليم؟ أقول لك 8 أقاليم مقررين علينا، لأن في أقاليم مش مقررة علينا، جزء أقاليم مش هنقولهم في قارة آسيا. المهم الأقاليم المناخية 8 أقاليم. 8 ده كتير جدا. أقول لك بص، عارف الحتة اللي فوق في شمال سيبيريا ديت؟ أول ما شخبط لك فوق قلنا إيه؟ طندرة. طيب دائرة الاستواء يعني جزر اندونيسيا هيبقى اقليم ايه؟ الاستوائي وشبه الاستوائي. يبقى انت كده حفظت 2. الحتة اللي فوق طندرة. عند دائرة الاستواء يعني جزر اندونيسيا على طول استوائي وشبه استوائي. يبقى انا كده حفظت جزء اقاليم من الاقاليم اللي موجودين عندي. طيب ومش في اقليم اسمه اقليم البحر المتوسط؟ ايوه. طب ما تبص كده على الحتة بتاعت اسيا اللي بتطل على البحر المتوسط، اللي هي الحتة دي سواحل الشام وتركيا، دي اسمه اقليم البحر المتوسط. يبقى احنا كده حفظنا 3. يبقى فوق طندرة، عند دائرة الاستواء في جزر اندونيسيا الاستوائي وشبه الاستوائي. الحتة بقى اللي موجودة من قارة اسيا على البحر المتوسط يبقى ده اسمه اقليم البحر المتوسط، اللي هي سواحل الشام وتركيا. طيب ايه تاني؟ اقول لك
مش دي الهند؟ والحتة دي جنوب الصين اللي هي شبه جزيرة الهند الصينية. الحرف اللي انت عامله ده اقليم الموسمي، وده بيكرر كتير جدا في الامتحانات. يبقى الاقليم الموسمي موجود في الهند وشبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين. يبقى احنا كده عرفنا ان الاقليم الموسمي موجود في الهند وشبه جزيرة الهند الصينية. ايوه كده كم اقليم؟ 4. طندر، استوائي، بحر متوسط، الموسمي. طيب عندك ايه كمان؟ اقول لك عندك اشهر اقليمين، لورانس وصيني. واللورانس بيبقى فوق والصيني تحت. طب فين اللورانس وفين الصيني؟ اقول لك شفت الحتة دي؟ ده اللورانسي، دي شمال شرق الصين، والحتة دي اللي هي شمال اليابان، وشرق الصين نفسها الصيني. استنى هنا كده انا اتلخبطت، اقول لك بالراحه. الحته اللي فوق لورانسي، اللي تحتها صيني، الحتتين دول لهم اسماء. اللورانسي كده موجود فوق على ايدك اليمين، يعني شمال شرق الصين، وكمان شمال اليابان. اما الصيني في شرق الصين على طول. طيب كده انا عرفت فين اللورانسي وفين الصيني. ايه تاني؟ اقول لك المنطقه دي كلها مش فيها جبال الهيمالايا وهضبه التبت. هيبقى اقليم ايه؟ على طول الاقليم الجبلي. يبقى لو جالي كده في النص هنا كده عند جبال الهيمالايا وهضبه التبت وقال لي اقليم ايه؟ اقول له الاقليم الجبلي. كده فاضل اقليم، اقول له الحته دي جنوب غرب القاره، ودي مش بتتكرر كتير في الامتحانات بس خلي بالك منها. جنوب غرب القاره ده الاقليم المدار الحار اللي هو السودان. طيب تاني كده علشان الاقاليم دي كتيره وصعبه، اقول لك في 4 اقاليم عايزك تركز عليهم في الاول. الحته اللي فوق طندرة اللي عند دائره الاستواء، يعني جزر اندونيسيا على طول استوائي وشبه استوائي، ماشي. الحته اللي موجوده من قاره اسيا على البحر المتوسط تبقى اقليم البحر المتوسط، اللي هي سواحل الشام وتركيا، ماشي. اما بقى الهند والحته اللي تحت موجوده في جنوب الصين ده الاقليم الموسمي. يبقى الغابات هناك غابات موسميه، الاشجار اللي هناك جوز الهند، الحشائش اللي هناك السافانا. ركز في الحاجات دي لانه ساعات ممكن ما يسالكش على الاقليم ويسالك عن النبات اللي فيه، فانا عارف ان هنا موسمي، يبقى الغابات هناك موسميه، الاشجار هناك جوز الهند، الحشائش هناك ايه؟ سافانا، ماشي. قلت لي كمان عندي اقليمين، لورانسي وصيني. اللورانسي ده وده الصيني، وخلي بالك اللورانسي الغابات اللي فيه اسمها الغابات المخروطية، الصيني الغابات على نفس الاسم اسمها غابات الاقليم الصيني، وبيطلع فيها صفصاف وبلوط، وبيطلع فيه كمان حشائش الاستبس. طيب قلت لي عند جبال الهيمالايا وهضبة التبت في نص القارة، ده الاقليم الجبلي. واخر اقليم قلتهولي في جنوب غرب القارة هنا كده حتة صغيرة اسمها الاقليم المدار الحار اللي هو السوداني. دي الاقاليم وحاول تسمعهم اكتر من مرة. اخر حاجة هنتكلم عنها السلالات البشرية. السلالات البشرية، ايوه، قال لك اكتر سلالة موجودة في قارة اسيا كلها سلالة مغولية. يبقى لو شخبط لي كده في معظم قارة اسيا تبقى ايه؟ مغولية، ما عدا شبه الجزيرة العربية والحتة وانت رايح يمة الهند، معظم الهند سلالة قوقازية. نعم، معظم الهنود قوقازية مش مغولية. ايوه، يبقى شبه الجزيرة العربية ومعظم الهند تبع ايه؟ تبع السلالة القوقازية، ما عدا بقى الحتة اللي موجودة في الهند في الجنوب في الشرق دي تبع السلالة الزنجية، الحتة الصغيرة ده بس. ايوه، يبقى معظم قارة اسيا ايه؟ سلالة مغولية. طيب شبه الجزيرة العربية اللي هم العرب ومعهم معظم الهند، الحتة دي كلها سلالة ايه؟ سلالة قوقازية، ما عدا الحتة اللي موجودة تحت يعني جنوب شرق الهند دي سلالة زنجية بس. هي دي الحتة السلالة الزنجية اللي موجودة في قارة آسيا. وبكده نكون خلصنا كل البيانات اللي مطلوبة مننا في قارة آسيا. تحياتي ليكم، مستر عطا زكي شحاتو.